الا هذاك التحرش ما نقبلش به. لا انا اختي الله يحميك ويدير خلينا زوينين من الصباح وانت جالسه يلا غنقلبوك على ولد الناس بغيتو بحالك انت. هذيك الحاجه اللي كتشوف فيا من الفوق واش بغيتيني نبات في الزنقه؟ واش ما حشمتي؟ واش ما مرقتي؟ من الصباح حنا كنديروا لك بخاطرك وجالسي دير بخاطرك في الاخر انا بغيت تخليني بلا خاطر. اختي واش باغا تزوجي انت؟ باغا نتزوج الا كثير. مسحي لي ديك الكاميرا وشعلي شي ضوء زوين باش مرحبا. تبان. هذا قولي لي هاد اللباس الشرعي كديريه ديما ولا عاد درتيه دابا؟ لا ديما تنديرو ياك دائما. اشنو سميتك؟ سميتني غيزلان. غيزلان. شحال في عمرك يا غيزلان؟ عندي 34. غيزلان 34 عام. فين ساكنه غيزلان؟ انا كنسكن مع اختي في كازا، ولكن الدار ديالنا في النواحي ديال بنكرير، في العروبيه خارجي، عاجين شويه على بنكرير. بن قري مشيت كريت عندكم واحد كيقولوا لها هذيك الهبيله شويتها. يقولوا الهبيله عرفتيها؟ هبيله ما عرفتش. شنو عندكم تما داك اللحم تحت الارض عرفتي؟ لا والله ما عرفتك علاش هضر. دابا عندكم داك السوق في بن قري كيدفنوا اللحم تحت الارض عرفتي؟ ما بقاش يمكن دابا قديم. لا اويلي لا انت في قيسه ما عرفتش، انا عمرني ما شفت هادشي. كيشدوه حولي وكيدفنوه تحت الارض كيطلع طايب. سبحان الله، انا اول مره غنسمع هاد المعلومه، ما عمر دازت على راسي كاع نهائيا. واخا انا بنت تما، كبرت تما، تربيت تما، ما عمرني واخا غيزلان كليتها 34 ولا عام. عرفت ان عندنا كاع. غيزلان ما عندكش الكونيكسيون. نعم. حاولي تقادي شي بلاصه ما عندكش قد كونيكسيون. يقطع واش كويس يا اختي، ما عرفتش بالضبط. لا بغيت نمشي نقرب شويه الويفي ما غتبقاش عندي الضوء. صافي دابا مزيان دابا مزيان. قلت لك انت فايته مزوجه مطلقه. اييه تزوج مده 11 عام، ما جابش الله وليدات مع داك السيد صافي. وبحال جاني بحال الملل، بحال يمكن ما عرفتش، بقيت بحال الاكتئاب، كثرة ما كتشوفي الناس تيجيو حتى لوراك وتيولدوا وليدات وكتشوفيهم تيكبروا وليداتهم، بحال جاني بحال الملل بحال الاكتئاب صافي. وانا نقرر نطلق، واخا هو مسكين ما كانش باغي، ولكن انا اللي قلت خاصني نبدل حياتي، اش بغا نبقى جالسه هنا الاولاد لا. وكنت مزوجه غير في العروبيه تما كاينيه، زوجوني دارنا على 17 عام وما كنتش عارفه حتى شنو هو الزواج. صافي بحال بديت كنستوعب بانني خاصني نبدل حياتي، خاصني ما جابش الله وليدات، ما عنديش علاش نجلس تما العروبيه ونبقى غير جالسه. لا عيب كاين. جيت عند اختي جالسه مع اختي هنا في كازا وخدامه، كنبيعو نشري في هادشي ديال الماكياج، واخا انا ما كنديروش. وربيت هاد الوليد، دوزت تقريبا شي عامين هنايا في كازا، وجاب لي يلا هاد الوليد كانت غتخلى عليه ماماه وخديته وربيته. دابا تبارك الله راه عنده 4 سنين، يلاه نعس. عنده 4 سنين وما كنتش كنفكر نعاود نتزوج، ولكن دابا كتقولي الاعباء ديال الحياه، وكنشوف داك الوليد قلت يمكن غيغلبني وليت كنفكر كيفاش غنقدر نربيه لراسي، وقلت علاش لا اللي ما جاب لي يلاه شي ولد الناس نمشي نتزوج ونستر راسي ويربي معايا داك الوليد، وماذا بيا يكونوا عنده هو ديجا وليدات، حتى انا داك الوليدات ديالو نديرهم بحال وليداتي، نربيهم هما وداك الوليد. هادشي علاش وليت كنفكر في الزواج بزاف مؤخرا، تقريبا هاد العام الاخر، هاد العام. سبحان الله العظيم. انت مقبول عطاك الله القبول عجيب. الله يحفظك ربي يخليك. والله العظيم وسيدي ربي ما غيخيبكش باذن الله. ربي يعني ان شاء الله باذن الله غادي ربي غادي ييسر لك شي ولد الناس اللي غادي يديرك تاج فوق راسك. ان شاء الله الا بغى الله. ودابا انت حاليا شنو كديري؟ انا خدامه كنبيع ونشري. كتبيعي تشري مكياج قلتي؟ ايه مزيان مزيان الله يسهل لك. والوليد اش كيدير؟
الوليد دابا معايا، مره كنخليه عند امي، يلا جبته تقريبا دابا شي 20 يوم، مره كنخليه عند امي في العروبيه، مره كنجيبو معايا، واخا مسكين تا هو كيبقى يتكرفس معايا، كنديه معايا الخدمه، مع انا مع خدمتي غير ديال راسي كنديه معايا بعض المرات، بعض المرات كنت كنخليه عند واحد المراه. كتفرج شي الفراشه ولا شنو؟ كنعرفصو معايا، داك هو المشكل اللي خلاني نفكر في الزواج، بغيت نستقر ونجلس نربيه ونولي نديه المدرسه ونجيبو، هذه هي الحاجه الوحيده اللي خلاتني نفكر في الزواج. كنشوف راسي كنكرفصو معايا وتنقول يمكن هاد المسؤوليه اللي خديت ما غنقدرش عليها، يمكن بزاف د الحوايج خلاوني نفكر نتزوج. على قبل هذاك الولد تنقول لي خاصني ضروري نوفر ليه شي بلاصه فين يستقر وفين يقدر يقرا وفين كنحس به غادي، كنقول الا زاد كبر شويه غيحس بانه كنقول غادي تضرر النفسيه ديالو الا بقى بين امي وبيني انا ومره يتلاوط معايا. كنخاف من هذا الموضوع، تنقول تقدر تضرر النفسيه ديالو ولا شي حاجه. داكشي علاش قررت كنقول الا جاب لي يلاه شي ولد الناس نمشي نتزوج على قبل ولدي باش نستقر ونجلس نربي ولدي. هذه اكثر حاجه خلاتني نفكر في الزواج. واخا الحمد لله انا كابابل وبدراع وكنخدم ونجيبها من ناب الكلب وكنتقاتل الحمد لله. من جيت من العروبيه ما كنتش كنعرف حتى فين نمشي ونجي. اول مره فاش جيت هنا بغيت نخدم، جيت عند اختي وداكشي جابني الوالد ديالي ما كنعرفش فين نمشي، والحمد لله طورت من راسي بشوي بشوي بشوي. ومثلا كنت خدامه في هذه الشركه، دخلت لواحد الشركه كيبيعوا ويشروا في هادشي ديال الماكياج، بقيت بشوي بشوي بديت غير بشوي دقه دقه درت البيرمي، خديت الطوموبيل صغيره على جهدي. دابا خدامه معايا نيت اختي وواحد البنت اخرى هما اللي تيبيعوا هكا ويشريو معايا بشوي بشوي الحمد لله. كدير الفراش ولا شنو؟ لا ماشي تنفرش، نديروا ليها بحال مثلا كنخدموا على التليفون بزاف، الناس يكومونديو وحنا كنديو تنوصلوا ليهم لي كوموند بحال هكا كيشوفوا لي برودوي اللي كنديروا فيهم دي برومو والناس يتقداو. المهم كنتقاتل على جهدي، كنتقاتل على جهدي على قبل داك الولد دايره بين عيني. لا كنتقاتل على قبل الحمد لله ومعيشه وبخير الحمد لله. ولكن الحاجه الخايبه اللي خايفه منها هي ما نقدرش على ديك المسؤوليه من غيكبر، وخاصني اللي يعاونني في هذه المشكل، وخاصني نوفر ليه واحد البلاصه فين يتربى تكون النفسيه ديالو مزيان. ما بغيتش تضرر ليه النفسيه ديالو ولا يحس براسو انه كيتلاوط معايا، فهمتي؟ هذا هو المشكل الكبير. والحمد لله انا خدامه بدراعي وكنجيبها كما تيقولوا من ناب الكلب. ولكن المشكل الوحيد هو انني كنخاف من ديك المسؤوليه ديال ما نقدرش عليه، شويه يفلت ليا من ايدي ولا ما بغيتوش يضيع ليا مثلا يكبر يقولوا ليه راه مربياك ويضيع لي. هذا هو التخوف الكبير اللي ولا عندي ده. الله يسمح لنا بين يدي كنقسم لك بالله هذا هو انا ما كنتش كنفكر في الزواج الحمد لله بدراعي. من نهار جيت وانا كنتقاتل ومعيشه راسي وكنعاون حتى دارنا وقلت في الاول فاش بغيت ناخذ، فاش كانت غتخلى عليهم وبغيت ناخذ، قلت زعما غندير غير خير، وفي نفس الوقت داك النقص ديال الامومه اللي عندي نعطيه لذاك الولد. ومني بدا تيكبر معايا وتنشوفو تيكبر وتيبدا تيكبر وكنت حاطه عند واحد المراه لدرجه انه ولد ديك المراه تيقول ليه بابا. ما عرفتش كيفاش نقول ليه هذاك راه ما باباكش، وكيفاش نحيد ليه ديك الفكره من راسو. لا حول ولا قوه الا بالله. هذا هو التخوف الكبير اللي عندي، انني ما نقدرش نربي وما نقدرش نوصلو لدوك الحوايج اللي انا كنتمنى نشوفو فيها. هو كل شيء ديال سيدي ربي، ولكن كنخاف من هذا الموضوع بانني ما نقدرش نوصلو لداك الشيء اللي انا كنتمنى نشوفو به. ومن هذا الشيء كنستنجوا الاخوان انه كنقولوا من هذا المنبر الله يسمح لنا من الامهات ديالنا والاباء ديالنا، لانهم صراحه هما مسكينه ديال راسها وكتقاتل وكتبقى مرأة، يعني جهدها كاع قداش غيكون ماشي بحال الراجل.
مع ذلك مسكينه كتكافح وتعاني وتقاتل من اجل هذاك الابن ديالها باش تشوفوا احسن منها. هنا داكشي اللي كنقولوا كاين والله. اللي عنده شي والدين يفرحهم، واللي ما عندوش الله يرحمهم لهم في هذا النهار. وصراحة أنا بغيت لك شي ولد الناس اللي يدير كتاج فوق الراس. يا ربي امين. داكشي اللي كنتمنى. مرا مقبولة ومرا الله يعمر لك الدار، وإنسانة كتبان الله يحفظك ربي إنسانة يخليك. مؤمنة صراحة زعما. الحمد لله. هذا الإنسان اللي غيديك سعداته، فهمتيني، والله سعداته. وأنا كنتمنى إلا كان شي ولد الناس معقول، هاد السيدة فعلا كان شي إنسان معقول، شحال خصو يكون في عمر أختي؟ لا من تقريبا من انا عندي 34 من 34 وانا شوف انا والله كنتمنى شي واحد تكون عنده من 40 حتى ل 50 يكون كبير بعقله، يكونوا عنده وليداته نديرهم هما وليداتي. يعني ما يكونش عنده ديك الفكره ديال انا باقي غادي ولد وليدات انا ما نقدرش يعني انا ما يعني خاص يكون عنده وليدات، هذوك الوليدات نديرهم بحال وليداتي. هذا الشيء اللي كاين. شكون اللي عنده من 40 ل 50 تقريبا في هذا العمر وهاد السيده مهتم بها؟ اول حاجه بعدا سعداتك، هدي واحد المراه ما شاء الله يعني منوره مؤمنه، اللهم بارك. الله يحفظك. وهادشي راه بين الحمد لله. ثاني حاجه عندك واحد الاجر كبير عند الله سبحانه وتعالى. هاد الدنيا راه فايته، عندك اجر في هذاك الابن الصغير والوليد ديرو بحال ولدك. سعداتك. شكون اللي مهتم؟ نشوف هاد السيد هذا شحال كاتب. بلاتي شوف هذا الراجل هذا 44 سنه. بلاتي طلع اخويا. شكون اللي مهتم بهاد السيده هادي؟ بلاتي نشوف هاد الراجل هذا